ازيكم عاملين ايه؟ النهارده بقى هعمل معاكم الصينيه القمر دي، صينيه دبابيس الفراخ مع شويه خضار كده، حاجه كده من الاخر. لونها حلو جدا الدبابيس، وكمان الخضار طعمه حلو جدا ومستوي بس مش مهري، ودي حاجه بحبها جدا، ان الخضار يكون مستوي بس مش مهري. دبابيس الفراخ هتطلع معاكي كريسبي خالص من بره وطريه ودايبه دوب من جوه. بجد لازم تجربوها. تعالوا بقى نشوف عملنا ايه. جبت دبابيس الفراخ وغسلتها غسله محترمه، وبعد كده حطيتها في المصفى صفت الميه. بعد كده جبت السكينه وعملت في كل دبوس كده 3 فتحات عشان تتشرب كويس جدا من التتبيله. التتبيله بقى عباره عن ايه؟ ربع كوبايه من الزيت، وعليها 3 معالق كبار مليانين من الثوم الفريش المفروم. 3 معالق كبار مليانين، ما تحطيش معالق صغيره. وهتحطي كمان 3 معالق كبار مليانين من عصير الليمون. وهتحطي كمان معلقة كبيرة من دبس الرمان. وهنحط كمان كوباية من عصير الطماطم، من الكوبايات اللي بنشرب فيها الشاي، يعني الكوبايات الكبيرة المج ده. دي كوباية من عصير الطماطم. ومعلقتين كبار مليانين من معجون الطماطم اللي هي الصلصة. وعندنا ايه كمان؟ عندنا توابل. تعالوا نشوف عن ايه التوابل بتاعتنا. معلقه كبيره ممسوحه من الملح، معلقه صغيره من الفلفل الاسود، معلقه صغيره من البصل البودر، معلقه صغيره من البهارات السبعه، نص معلقه صغيره من السماق، معلقه صغيره من الكاري، ونص معلقه صغيره من جوز الطيب المطحونه. لو انت بقى عاوزه تحطي نوع معين من التوابل بتحبيه وانا ما حطيتوش، حطيه في المرحله دي عادي، مفيش اي مشكله. بعد ما بتقلبي التوابل كويس جدا في التتبيله، هتروحي ايه تقلبي يعني التتبيله دي كويس جدا. هتروحي شايله منها 3 معالق كبار مليانين. اهم حاجه ان انت تشيلي منها 3 معالق كبار مليانين، وهقولك في الاخر ليه شلناهم. باقي التتبيله بقى هتحطيها على الدبابيس وتغلفيها كويس جدا من التتبيله. وتدخلي كمان التتبيله دي في الفتحات اللي انت عاملاها في الدبابيس، وتغطيها وتسيبيها لمده ساعتين في التلاجة، او سيبيها الوقت اللي انت عايزاه، الوقت اللي يسمح لك يعني. بعد كده هتجيبي بصلايه كبيره كده تقطعيها جوانح، وتجيبي 3 حبات من الفلفل الرومي الاخضر تقطعيه مكعبات. والتوابل اللي انا هقول عليها دي كلها نص معالق صغيره. عندنا ملح، عندنا بودره مرق الدجاج، عندنا فلفل اسود، عندنا كاري، وعندنا بابريكا. تمام كده. كل التوابل دي نص معالق صغيره. وتدعكي البصلايه كويس جدا بالتوابل اللي انت حطيتيها لغايه ما البصلايه دي تجيب الميه بتاعتها خالص. انا عاوزه البصلايه دي تدعكيها كويس جدا بالايه بالتوابل مع الفلفل كمان. بعد ما بتدعكيها كويس زي ما انت شايفه كده، بتروحي جايبه ايه؟ بتجيبي الخضار، اي بقى نوع خضار انت عايزاه. انا بقى الخضار بتاعي بسيط خالص، جبت ايه؟ بطاطس وجزر. وعاوزه اوريكم البطاطس والجزر انا مقطعاها مكعبات، وهو ده السمك اللي انا عايزاه. ما تقطعهاش رقيقة عشان ما يدوبش منك الخضار، السمك ده حلو جدا. وتقلبيهم بقى كويس جدا. فاكرين ال3 معالق كبار اللي انا قلت لكم شيلوهم من التتبيله؟ هتحطوهم بقى على الخضار. هتجيبي بقى ال3 معالق كبار اللي انت شلتيهم من التتبيله وتحطيهم على الخضار وتقلبيهم كويس. مش هتحطي سوائل تاني، مش محتاجه ان انت تحطي على الخضار سوائل تاني، لان الدبابيس هتجيب ميتها. وكمان هي مش محتاجه ان انت تحطي ميه خالص، لان احنا هنقفل عليها كويس بورق الفويل وورق الزبده. بعد كده بقى هترصي الدبابيس، بعد ما قلبنا الخضار كويس جدا هترصي الدبابيس جنب بعض كده. وما تقلقيش خالص لما ترصيهم جنب بعض كده، زنقيهم. هي لما تستوي الحجم بتاعها هيقل. بعد ما بترصي الدبابيس هتلاقي بقى شوية تتبيلة قاعدين معاكي في الطبق. هتروحي بقى حطاهم على الدبابيس كده، وتغلفيها كويس جدا من التتبيلة. وبعد ما بتغلفيها كويس جدا بالتتبيلة، بتكوني مجهزة بقى يا ست الكل ورقة زبدة وورق ألمونيا اللي هو الورق الفويل، وتكتمي عليها كويس جدا بورقة الزبدة وورق ألمونيا. وتدخليها فرن ساخن على درجة حرارة 220 لمدة 45 دقيقة. آخر 5 دقايق بتطفي من تحت وتولعي الشواية من فوق. هتاخد معاكي اللون القمر ده، طلعيها على طول. هتلاقي الخضار مستوي معاكي، وهتلاقي الدبابيس مستوية ودايبة دوب من جوه. وكمان اللون بتاعها تحفة. شايفين اللون بتاعها؟ حاجة كده يعني تفتح النفس بجد، والخضار يفتح النفس بجد. يعني انتوا لو شايفين الفيديو يستاهل، يا ريت تعملوا لي لايكات كتير وشير كتير، ويسعدني جدا لو تابعتوني على قناتي وعلى صفحتي على الفيسبوك، وتعملوا لي لايكات وتكتبوا لي تعليق منكم حلو وبألف هنا مقدما. ويا ريت ما تحكموش على الحاجة غير لما تجربوها. يلا جربوها وبألف هنا.